السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحييكم تحية الإسلام، كل واحد بالاسم ديالو. كنشكركم على المشاهدة وعلى الدعم وعلى اللايك اللي كتعملوا ليا وعلى متابعة القناة ديالكم. طبعا قبل ما تكون ديالي، نتمنى لكم الصحة والسلامة وطول العمر إن شاء الله في طاعة الله. هذه واحد السيدة عندها صديقتها منذ الطفولة. صديقتها ما كتفرق معها حتى شي حاجة، كتحسبها أكثر من أختها. قراو كلهم، تزوجوا، كل وحدة خدات راجل. المهم بقات صديقتها لمنذ 20 سنة. واحد كتجي لعندها شوية ملي تزوجوا، غبرت على واحد الفترة. مشات تزوجات وما تقادش مع الراجل الاول وهي تطلق. منذ واحد 4 سنين هي ما تلاش عرفت على والو. المهم السيده اللي بقات مجوجه عندها 2 وليدات ونيه وليد. كتقري فيهم، كان الناس الراجل ديالها مزيان، ما كاين حتى شي مشكل. الراجل ديالها كيعرف الصديقه ديالها من منذ الطفوله، فاش تقدم باش غادي يتزوج بها، عرفها في العرس وعرفها في سميتو. وهي من بعد هي تزوجت وما تسخرش لها الله، طلقت رجعت لدارهم. وهما كلهم كيعيشوا في واحد المنطقه وحده، في مدينه وحده. من بعد السيده ولات كتجي لعندها، قالت لها راني تفرقت مع الراجل، ما تفاهمناش، ما يسرش الله. المهم تفرقت معاه، رجعت لدارنا، رجعت تاني الصداقه كيف من الاول. ولا تجي لعندها لدارها، كتنعس ليها مع وليداتها، كدس على شي حاجه، كيتبادلوا الملابس، يتحدثوا مع بعضياتهم ويعاودوا الاسرار بعضياتهم، حتى شي حاجه ما كتفرقهم. من بعد السيده شكت لي هذيك النفس ديالها، كتشوف شي حوايج، شوف الراجل كينتبه لهذيك الصديقه ديالها. كتغلب على النفس ديالها، كتنعس الشيطان، كتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما خصنيش انا نخلي الشيطان يوسوس ليا ما بيني وبين صديقتي. ان هي صديقتي واختي وكل شيء فيها، عارفه عليا كل شيء، وكنشكي لها همي وكنشكي لها، نعاود لها اسراري. مشات الامور على هكاك. السيده وقت ما خرجت لشي بلاصه كيتبعها، شكت لها تاني نفسها، بقات كتهدم في ديك النفس وتقنع في نفسها بلا راه ما كاين حتى شي حاجه، راه غير الشيطان وسواس وداكشي. واحد النهار مشات تقدى من السوق، تلاقات معها صديقه اخرى هي ديالها، ولكن ماشي بحال هذيك الصديقه اللي دارت لها داك الكمين ودات لها الراجل. من بعد كانت هي الصديقه المقربه. سيد تبع السيده، تفاهم هو وياها، مشى كرا ليها، تزوج بيها، دار العقاد وكل شيء. المهم تلاقات بالسيده الاخرى، هذيك الصديقه الثالثه ديالتهم. قالت لها فلانه، قالت لها نعم. قالت لها واش راجلك كاري مع الزوافريه ولا تزوج خاد مره اخرى ولا كيفاش؟ هي شافتها معاها، ما باش تقول لها راه فلانه لي قالت لها ما على باليش. قالت له تبعي راجلك وشوفي، انا نصيحه نصحتك ليا، راه هو مع صديقتك المقربه ليك اللي مفضلها علينا، وكنتي كاع اسرار كلها ما كتخبي على حتى شي حاجه. قالت لي اش تقولي؟ قالت لي نقول لك واحد راه كيخرجوا من واحد الدار، راه لقيتهم وتبعتهم حتى مشاو يتقداو من سوبر ماركت، ان كاع الحاجه اللي خاصاهم راه تقداوها كراجل مع مرته. واش في علمك هادشي ولا ما في علمكش؟ قالت لا ما في علميش. السيده تبعتهم، شافتهم مع بعضياتهم، جات سكتت حتى رجع هو للدار. قالت لي فلان؟ قال لها نعم. قالت لي دابا صادقني، ما تكذبش عليا الا سولتك. قال لها قولي. قالت لي انا باش نعرف واش انت مجوج ولا كتمشي عند شي دار
فيها الزوافريه ولا كيفاش؟ قال لها علاش هاد الهضره؟ قالت لي غير سولتك، انا بغيتك تصادقني، حنا دابا راه عشرت مده وسنين هادي، ولدنا جوج وليدات، ما خصكش تخبي عليا حتى شي حاجه. انت عارف اللي فيا وانا عارفه اللي فيك، كنت انا عارفاك بلا ما غاديش تكذب عليا، غادي تقول الحقيقه. قال لي فعلا انا ما غاديش نبقى نراوغ ولا نكذب عليك ولا نقول لك لا ولا، انا راه مجوج وتزوجت بصاحبتك وانتي لي جيتي للدار. انا كنت كنعرفها فعلا، تلاقيت بها ملي درنا العرس انا وياك، وهي مشات تزوجت وراه تفارقت مع الراجل. كيف ما كتعرفيني انا عارف عليها كل شيء. والمهم انا بغيتها طالبها الجواز. السيده تفقسات، اللي ضرها هو صديقتها وعشرة عمرها كتخونها مع راجلها وتديه لها. قال لي لما عجبك شحال قولي شنو بغيتي تقولي، انا راه المهم السيده راني تزوجت بها على طاعه الله ورسول الله، على طاعه الله ورسول الله، انا ما كندير شي حاجه حرام. السيده بدات تتغوت معاه وتتقول ليه غدرتيني ودرتي ليا ومع من مع صاحبتي اللي كانت تقريبا لي اكثر من اختي وهادي وهادي. شدها عطاها قتله ديال العصا، قال لها هادي جاتك على المعيور اللي كتعايريني ولا الهضره اللي كتخسري قدامي. عطاها قتله ديال العصا، مسكينه كالتها في عظامها، طلبت منه الطلاق، طلقها، مشى لعند مراتو. الاولى هي والده معاه بنت وولد، والاخرى ولدت ليه جوج ولاد وبنت. هذيك اللي تانية اللي ع صديقه هي اللي صدقت الدات الخبيزه، لا مات غادي تورث كتر منها لا. وعلى حد الان السيده ما طلقتش، هو ما بغاش يطلقها وهي ما طلبش الطلاق. قالت علاش انا غادي نطلق؟ مازال بغا يخطبوا فيا. هي مللها في الرجال ومن يذكروا، ما بقاش عندها الثقه في الصديقات ولا في الرجال، ولا كتمنى باش تتزوج. بقات مسكينه كتكافح على وليداتها. المهم خلاها ساكنه في الدار ما خرجهاش. قرات وليداتها، قرات البنيه وقرات الوليد، وراه قاعده معاهم، جا معاهم وقاعده معاهم، وهو راه مشى تزوج وجاب مرة اخرى وما على بالوش. وانا كنتمنى من الناس اللي سمع هاد القصه، راح نتمنها بزاف من عدد من هاد القصص، ما يديرش الثقه. الصدقه راه قلت وراه الثقه بدات كتفقد. انا ماشي كنخوفكم نقول لك، باقي بعض الناس ما كنعممش، باقي بعض الناس اللي باقي فيهم الثقه وباقي فيهم النيه وباقي فيهم كيخافوا على سمعتهم وكيخافوا من عقاب الله. والاكثريه راهم بغا يضربوا باش ما صابوا. راه النيه وقله النيه ما كتلاقاش. هذيك مدخلها لدارها وحطها مع وليداتها وحطها قدام زوجها وما مضرقه على حتى شي حاجه. هي ما لقات مثلنا كاع الراجل اللي تزوج به من اتساع، وتقيل على صاحبتها وتفكر في العشره اللي دوزت معاها، وتفكر في الايام اللي قضات معاها والصحبه اللي داست معاها. دا كان دايره اكثر من خوتها، ماشي تفكر غير في ديك اللحظه راه ديتو ليك ولا راني تزوجت بيه. على كعاك هو اللي كاين رجال تبارك الله، كاين رجال موجودين، عطا الله الرجال. غير الغدر لاش؟ حيت لسان اللي درتي فيه الخير ودار فيك العار، ولا غدرك درتي فيه النيه وغدرك، راه عقابه عند الله سبحانه وتعالى كبير. ماشي الانسان يدير العمله ويقعد يقول لك ولا انا راجل يتجو ولا ما خدني انا غادي ياخذ من غيري، ولا لا خليه ياخذ من غيرك. عير انتي بعدا مع صاحبتك بقاي معاها كيف كنتي، طولي في عشرتها وما تغدريهاش، وكليتي طعامها ونعسي في فراشها ولبسي حوايجها، وفي الاخر من وراها مشيتي خديتيه وخديتي صداقك ودرتي العقد ديالك وسكنك ولا على بالك نتيا ديك العشره ولا تفكرتيها. راه حرام هادشي اللي كديروا، راه حرام. الله يهديكم على نفوسكم. راه الانسان قد ما قعد راه يموت، وقد ما قعد راه يعيا، وقد ما قعد راه يشرف، وما يعرف الانسان الايام باش غادي تتلى بيه. واللي دار الذنب راه كيسهل العقوبه، واللي
حرت. زرع الشر كيحصد الشر، ولا زرع الخير كيحصد الخير. واتمنى هاد القصة تكون عبرة ماشي للفرجة، وتستافدوا منها، واللي لا يسلط علينا وعليكم ما يضرنا. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم، تلاقوا في قصة أخرى إن شاء الله مفيدة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.